الجمال عدى الكلام. اللي بيحب الحاجات ديت يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك في القناة ويصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. وهنشوف النهاردة هنعمل احلى جاتوه بالشوكولاتة، كله في الخلاط. حاجة سهلة وبسيطة ولذيذة، مش تاخد وقت معانا تماما، ومقاديرها موجودة في كل بيت. نسمي الله ونصلي على الحبيب. متنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة صفحتي على الفيسبوك. ولأول مرة اشوف قناتي يعني اسمي سما عمر. اول حاجة بجيب الخلاط وبحط فيه نص كوباية من الزيت بالشكل ده. كله هيبقى في الخلاط، حاجة بسيطة وحاجة سهلة. تمام. نص كوباية من الزيت، حطيت عليهم حوالي 3 بيضات. طبعا كل ده بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش فيها اي حاجة ساقعة من التلاجة، علشان الكيكة بتاعتنا تطلع مظبوطة وسهلة. نص كوباية زيت، 3 بيضات. تمام. هنحط كمان ادام في بيض يبقى نحط فانيليا. هنحط فانيليا، طبعا البيض والفانيليا دول مع بعض على طول في كل حاجة. هنحط كمان كوباية من السكر وكوباية من الحليب. كل ده بدرجة حرارة المطبخ، مفيش اي حاجة ساقعة. ضربتهم كويس جدا في الخلاط، وبعد ما ضربتهم بنزلهم في اي بولة فاضية. ديت المكونات السائلة بتاعتي. هحط كمان هنا حوالي كوبايتين من الدقيق. ادي كوباية وادي التانية بالشكل ده. عندي كمان كيس بيكنج باودر. انا بستعمل الكيك شيف، بفضله يعني في الكيكات. ممكن اي نوع بيكنج باودر بس تكون كويس ومضمون. تمام. هحط كمان معلقتين كبار من الكاكاو البودرة. يبقى كوبايتين دقيق، كيس بيكنج باودر او الكيك شيف، ومعلقتين كبار من الشوكولاتة البودر. هقلبهم كده واخلط المقادير دي كلها مع بعض. طبعا قبل ما ابدأ في المقادير ببقى مسخنة الفرن بتاع البوتاجاز، مولعه وسايباه يسخن براحته على درجة حرارة متوسطة، وبسيبه يسخن لحد ما اعمل الكيكة تكون هو سخن معانا. دي اهم خطوة في عمايل اي نوع كيكة معاكي. بقلب كده المقادير دي كلها لحد ما تختلط معانا. بكون مجهزة كده صينية، اللي هي الصينية المستطيلة. اكبر صينية كده في الطقم بيبقى عندك تجيبيها. نزلت فيها الكيكة. طبعا الصينية دي انا كنت دهنها دهنة كده من السمنة او الزيت، ورشتها كده رشة من الشوكولاتة البودر او الكاكاو البودر بدل الدقيق يعني. تمام. نزلت كل كمية الكيكة دي بتاعتي ودخلت الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الوسطاني، واسيبها كده بقى نص ساعة. بعد نص ساعة بتبدأ تفتحي عليها، متفتحيش عليها خالص. وبعد كده بعد ما بتستوي بتسيبيها تبرد تماما في الفرن، ما بتخرجهاش سخنة عشان ما تهبطش معاكي، بتسيبيها تبرد تماما. اجهز بقى صوص الشوكولاتة لحد ما الكيكة بتاعتنا تستوي. نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، نص كوباية حليب، نص كوباية شوكولاتة بودر. بقلب كل المقادير ديت على البارد الاول. برفعها على النار. برفعها على النار كده وبخليها تغلي معانا وتدوب معانا. اول ما بدأت تدوب ده كله كده وخلاص بقى كله اختلط ببعضه. عندك هنا مكعب من الشوكولاتة. انا عندي مكعب شوكولاتة اللي هو بالحليب، فنزلتها كده في قلب صوص الشوكولاتة. ودي اختياري، ممكن ما تحطيش شوكولاتة وتستكفي بصوص الشوكولاتة. تمام. بعد ما خلصت صوص الشوكولاتة ببدأ اعمل الكريم شانتيه بتاعنا. عبارة عن كوباية من الكريم الشانتيه الخام، احط عليهم كوباية حليب يكون ساقع متلج، وياريت يكون فيها قطع من التلج او مية ساقعة متلجة، وبخلطهم كده لحد ما يتقل معانا. ادي الكيكة بتاعتنا بعد ما بردت تماما. تسيبها تبرد تماما، ما بتشتغليش فيها وهي دافية حتى ولا سخنة ولا اي حاجة، علشان ما تسيحش معاك الكريم شانتيه. فبعد ما سبتها تبرد تماما ببدأ اخرمها كده باي شيش طاووق كده معاكي، علشان هسقيها من شوية كده من الحليب بالشكل ده. كده خرمتها من كل حاجة. معايا هنا نص كوباية من الحليب، يكون عادي مش لا سخن ولا بارد، يكون عادي درجة حرارة المطبخ. بسقي بيه الكيكة بتاعتي بالشكل ده. بعد ما بسقيها كده حوالي دقيقة كده، بجيب بقى الكريم شانتيه بتاعي انا اللي احنا عملناه، وايه ببدأ
عايزة الكريم شانتيه بتاعي ده يكون شكل لونه كده بني بس فاتح. حطيت له كده معلقتين كده من صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه، معلقتين كفاية، علشان انا عايزاه ما يكونش غامق، يكون ايه، بني فاتح كده، لون الكافيه بالشكل ده. هقلبه كده واخلطهم، وهنشوف دلوقتي الدرجة اللي احنا عايزينها. تمام كده، اللون ده كويس جدا والدرجة دي كويسة جدا. انزل بقى الكريمة بتاعتي على الكيكة بعد ما شربت الحليب، وابدأ بقى اسويها بقى زي ما انت عايزة بقى. بحاول على قد ما بقدر بس تسويها تسوية عشوائي، او زي ما انت تقدري كده. بعد ما فردتها وسويتها على الصينية، عندي بقى صوص الشوكولاتة بتاعنا بجيبه بقى، بحطه على الكريم شانتيه، بس مش دلوقتي خالص. بحط الكريم شانتيه وبدخلها التلاجة شوية كده، انا عايزة الكريم شانتيه يتمزج شوية، عشان لما تيجي تحط صوص الشوكولاتة تفرد معاك بكل سهولة، وما يختلطش في قلب الكريم شانتيه وما تعرفيش ايه تفرديها. يبقى احط الكريم شانتيه على الكيكة ودخلها التلاجة شوية كده، يعني ساعة او اقل من ساعة. مجرد ما الكريم شانتيه يبدأ يتماسك كده، تطلعيها وتنزلي بقى صوص الشوكولاتة بالشكل ده، تحفة جدا. طبعا مفيش حد ما بيحبش كيكة الشوكولاتة او الجاتو بتاعنا الجميل ده. ايه رايكم؟ قطع جاتو لذيذة وسهلة، واحسن كمان واوفر من انت بتشتريه من بره. شوف انت بقى القطعة بتجيبها بكام من بره، ده عملناها بطريقة بسيطة وسهلة وكله في الخلاط. يعني مش هتحتاجي بقى اي مضرب ولا اي الكلام ده خالص. انا حاولت اعمله في الخلاط علشان يبقى سهل. طبعا كل بيت عنده الخلاط. طبعا الخلاط بتاعك بايظ، اعمليه اضربيه كده باي مضرب يدوي عندك، وكل ده هيختلط معاكي. قطعتها كده بالطول نصين متوسطين، وبعد كده بتقطعي بقى خرط بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه تسيبيها كده الخرطه على شكل مستطيل زي الجاتو اللي بره، ماشي ماشيه وكويسه. عايزه تقطعيها مربعات زي ما انا هقطعها برضو، دي كويسه ودي كويسه، جميله جدا. والطعم كان حلو قوي قوي، وكانت سهله وما خدتش معانا مقادير كتيره ولا تكاليف ولا اي حاجه. اتعملت معانا مجرد ساعه، كنت سويت الكيكه وبردت وعملت كل الصوصات بتاعتها، وحلوه جدا جدا. ناخد بقى كده ونشوف كده الجمال والحلاوه دي. ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه جدا. يا ريت تجربوها، تقولوا رايكم ايه في الحلاوه دي. حلوه والكيكه هايشه وجميله ولذيذه. شايفين الطبقات بتاعتها والشكل. يا ريت اللي لسه مشتركش في القناه يا ريت تشتركوا، وما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يكبر كده ويوصل لكل الناس. وتعليق حلو من تعليقاتكم، جميله جدا جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم ايه، وبألف هنا وشفا. سلام عليكم.